مباراة العودة مبرمجة وسنتنقل يوم الجمعة إن شاء الله. إلى بنفس القميص سننسحب. القميص قضية مبدأ وقضية سيادة وقضية مش نقول لك يعني هذيك ما ترجعوش عليها، هذيك مفروغ منها. الآن إذا الفريق يلعب بألبسة عادية مرحبا، ندخلوا نوصلوا تما يلعب ألبسة عادية ماشي مشكل، يلعب بالأشياء اللي غير مقبولة سننسحب. ايوا سيادنا، الى كنتو رجال كونوا قد كلمتكم، وفاش تجيو للمغرب نسحبوا. فاش تشوفوا الخريطة وغادي تشوفوها في كل مكان في المغرب، غتشوفوها في المطار، غتشوفوها في الطريق ديال الملعب، غتشوفوها في الملعب، في الاوتيل، فين ما مشيتي غتلقاوها. غتشوف الخريطة فين ما مشيتي. والمغاربة من طنجة للقويرة غادي يشجعوا المنتخب او فريق ديال نهضة بركان. كلنا براكنا نهار الحد، كلنا براكنا، لانه سخونية الراس كترجع بالبرودة، وهادشي اللي غادي يوقع، هادشي بالضبط اللي غادي يوقع ان شاء الله. هاد سخونية الراس اللي فيهم اللي دابا راهم فيهم دابا حنا السيادة. بغيت سؤال، راه مازال ما جاوبونيش. راني سولت في كذا بلاصة ومازال ما ردوش عليا. فينا هي ما علاقة سيادة الجزائر الفرنسية بخريطة المغرب؟ شنو هي علاقتكم بخريطتنا حنايا؟ شنو هي اش دخل لكم نتوما في خريطة المغرب؟ شنو دخل سيادتكم الى عندكم شي سيادة بعدا في خريطة المغرب؟ كتقولوا السيادة السيادة اش دخل السيادة ديالكم في خريطة المغرب؟ اذا اعتبرنا ان عندكم سيادة بعدا هي 90، لان ما عندكمش حتى وثيقة استقلال. وثيقة استقلال ما كاينش. اللي معروف في دهاليز وكواليس الأمم أنكم عندكم حكم ذاتي من طرف فرنسا. هادشي اللي كاين. ما كاينش استقلال ديال بصح ما عندكمش وثيقة. عطيونا الوثيقة ديال الاستقلال ديالكم. المغرب عنده وثيقة استقلال ديالو، نتوما فين هي الوثيقة ديالكم؟ ما كايناش، لأن حكم ذاتي. وحتى في الأمم المتحدة راه مسجلين على أنكم من الدول غير مستقلة، بالتالي راه باين عندكم حكم ذاتي. هذا بلا ما نهضروا على اتفاقية إيفيان اللي فيها البنود اللي كتمعني على قضية الحكم الذاتي. فانتم فاش كتهلوسوا بالسيادة كما كتهلوسوا بحوايج أخرى كثيرة، يعني كتقولوا شي حوايج اللي ما فيكمش، وكتنسبوا للناس شي حوايج اللي فيكم نتوما أصلا. هذه هو العقلية الكرولية. ديما كيسب فيك ولا كيعطيك أو كيوصفك بشي حاجة اللي فيه هو. كيوصفك حاجة اللي فيه هو، مثلا أي حاجة كيسبك بها راه هو فيه غارق فيها، وداكشي اللي كيدعيه هو اللي فاقده، ما عندوش الرجولة والسيادة إلى آخره. المواقف وما لا يهب لا مواقف لا حتى شي حاجة، كما قال لهم لافروف، لا هيبة لا مواقف لا سيادة لا بريكس لا حتى شي حاجة. على ذكر البريكس، ايوا بنتو اللي ضربتو الطم على موضوع ديال البريكس. انا هادي مدة مع حبست اليوتيوب هادي شي 6 شهور ولا شي حاجة. اجي لهنا شحال كون راني نسيت الموضوع ديال البريكس. انا خرجت ليه كذا فيديو وكنتو كتسبوني بأقذح السباب، اما خليتو ما قلتو فيا. ايوا واش امضرة الهضرة ديالي طلعتنيش يعني. ما دخلتو لا بريكس لا بريكسية. ايوا ما كانش شي اعتذار، ما كانش سمحنا، راك كنت بصح عندك الحق. انا جبت لكم التعليقات ديالكم، الاف التعليقات، عشرات الالاف ديال التعليقات على الفيديوهات اللي درت على البريكس. ضربتو الطم صافي، مازال عاد كتدخلوا عندي هنا وكتسبوا. القسوحية د الوجه يا ربي تعبوا. اقصى وجه في العالم وجه الكرغولي. قلتها لكم ما عادش تدخلوا للبريكس، وقلتها لكم شي 3 الفيديوهات ولا 4. لكم بريكس والله لا شفتوه وقد كان. من بعد ضربتو الطم وكذا، والدولة ديالكم بدات كتضب الله على شي. وانا حنا نفكروكم ديما، نفكروكم البريكس. البريكس على ما قدرتوش تدخلوا حتى البريكس. اثيوبيا دخلت البريكس وانتم ما دخلتوش. اثيوبيا
حشومة صاحبي. يدي شوف، على الحد وطلعوا رجال، ماشي تصدقونا عاوتاني ندير ديك اللقطة ديال الشمايس اللي نلعبو ماشي مشكل. بغيناكم تكونوا رجال قد خدمتكم، ونساحبوا باش نطلع عليكم مزيان.